السلام عليكم. أحب أعرفكم بنفسي. أنا عبد الله عاصم، داخل تاني سنة إن شاء الله من محافظة أسيوط. الفيديو ده شرح لكيفية الدخول على كورسات مايكروسوفت IT أكاديمي خطوة بخطوة بدون أي مشاكل إن شاء الله. كل واحد مننا استلم ملف عبارة عن ده، موجود في Student ID Student Password Voucher Code Course Website. لو في أي حد مستلمش البيانات كاملة ممكن يكلم الانستراكتور بتاعه أو ممكن يكلم مستر محمد رشدي وهو يبعت له الملف البيانات كاملة إن شاء الله. أول مشكلة ممكن تواجهنا إن إحنا منشتغلش بإنترنت إكسبلورر، ودي أفتكر ناس كتير جدا صدفتها ومخلتهاش تشتغل على الكورس صح. فلازم نشتغل بإنترنت إكسبلورر 7 أتليست، بعد كده ممكن 8 أو 9 يعني. أول ما يفتح لنا الويب سايت هيظهر اللي قدامنا بالشكل ده، جزء خاص بالستودنتس، جزء خاص بالادمنستريشن والانستراكتورز. هنخش على الجزء الخاص بينا، sign in. هندخل اليوزر نيم والباسورد بتوع الميل بتوع مايكروسوفت اللي احنا خدناهم. طبعا كوبي وبيست، يعني مفتكرش ان في اي حد عنده دماغ ان هو يحفظ الكلام ده. دلوقتي طلع لي نوع من الاكتيفيشن، ناس كتير جدا معرفتش تعدي منه عشان في مشكلة في الويب سايت في نمر تليفونات وموبايلات مصر، فهنعمل لها اجنور بكل بساطة. نفتح الويب سايت من تاني ولكننا شفناها. دلوقتي احنا هندخل الفاتشر كود الخاص بالكورس بتاعنا ايا كان نوعه. الفاوتشر كود اللي هو تالت حاجة، مش تاني، مش student password. فناس كتير برضو دخلت student password وقالت ان اليوزر نيم password غلط. او اخش على my learning. دلوقتي ظهرت لي مجموعة كورسات الخاصة بالمادة العلمية بتاعتي، سواء كانت خاصة بالهيلب ديسك او انا الحاجات الخاصة بيها ال ASB. كل كورس عبارة عن كذا ليسون. مثلا الكورس الأول عبارة عن 28 ليسون، التاني 34، 11، الكلام ده وهكذا. دلوقتي أول ما فتح قدامي الكورس ظهر لي مجموعة بيانات خاصة بيه. مدة الكورس 3 ساعات. language English، تكنولوجي بتاعته فيجوال ستوديو 2005. من تحت ظهر لي مجموعة من الليسونز الخاصة بيه، زي يعني متقسمة بأسلوب معين. دي إن شاء الله يعني هنعدي عليهم واحد واحد بعد ما نبدأ الكورسات. في System Recommends ظهر لي جهاز، إن أقل جهاز ممكن أشغل بيه الكورس بنتيام 2 رامات 256. بس المواصفات دي انقرضت في عصرنا، فافتكرش إن في جهاز مش هيشغل السايت، يعني كله هيشغله إن شاء الله. بس في نقطة مهمة لازم نركز عليها، مايكرو ميديا فلاش بلاير لازم يكون مفرود، وإلا السايت مش هيشتغل، وده اللي هنشوفه دلوقتي. زي ما انتم شايفين instruction for downloading micromedia flash، السايت مش هيشتغل من غير فلاش بلاير. فاحنا هنمشي ورا الانستراكشن بتاعه وهنحمل فلاش. اللي فاردين فلاش طبعا مش هتطلع لهم المسج دي.
ودلوقتي طلعت لنا مشكلة شغال. انا بعد ما خلصنا finish هنعيد فتح الويب سايت تاني شكل ده بنعيد نفس الخطوات اللي احنا عملنا بشكل أسرع أكيد. وبكده ده سايت اشتغل معايا دن أي مشاكل